ديالو لينا التكامل هو كلشي. دابا تندوز الكلمة للسي بوبر. شكرا جزيلا. بودي أريد أن أجدد الترحاب بالجميع. موضوع الندوة اليوم يخص تقديم مشروع لحزب جديد اخترنا له اسم الحركة الأصيلة الشعبية كمشروع. لماذا؟ أولا بالدرجة الأولى نحن حركيون في فكرنا، في توجهاتنا، في اختياراتنا. حركيون لأننا تربينا في البيت الحركي، استنبطنا اختياراتنا وتوجهاتنا من المؤسسين الأوائل على رأسهم رئيس محجوب أحرضان سي الزين أحرضان ابن الرئيس المؤسس. لا أحد يمكن أن يجادل في تشبعه بالفكر الحركي. الأصيلة، لماذا الأصيلة وليس الأصلية كما يروج البعض للتغليط؟ نحن أصيليون من الأصالة، تتبع الأصالة المغربية، لوتونتيسيتي. الأصل أصلية، لوريجين ماشي هي لوتونتيسيتي. إذن تفاديا لأي تغليط وترويج لبعض الناس سمحوا بالله. الشعبية لأننا شعبيون، لأننا ننبثق من الشعب. هذا الاسم البعض يريد أن يجادل فيه. هناك الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، هناك الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، كانت هناك الحركة الوطنية الشعبية، كان هناك الحزب الحركة الديمقراطية الدستورية الشعبية اللي هي العدالة والتنمية حاليا. نحن انطلقنا في هذا التأسيس انطلاقا من 3 ركائز. أولا دستور المملكة. دستور المملكة في فصله السابع يعطي الحق بكل حرية بكل ديمقراطية لتأسيس الحزب. إذن نحن انخرطنا في الإصلاحات التي أتى بها دستور 2011. منطلقنا الآخر هم الخطب الملكية السامية. جلالة الملك ما في العديد من الخطب يحث على احترام الدستور واحترام مبادئه، يحث على أن ينخرط الجميع في العمل السياسي والحزبي لخلق نهضة شاملة في المغرب. المنطلق الثالث وهو القانون التنظيمي للأحزاب في فصوله، يقول على أنه تؤسس الأحزاب بكل حرية بكل ديمقراطية على أن تنضبط للعديد من المعايير التي احترمناها. التأسيس يقول على أنه يكون المغاربة الذين وصلوا إلى سن 18 سنة شمسية لهم الحق في تأسيس حزب. تسمية مؤسس، ثلثين الجهات المملكة يكونوا كيمثلوا ثلثين الجهات المملكة، يعني 8 الجهات على 12، وما يكونش العدد أقل من 5%. كاينة أمور أخرى. الحمد لله في ظرف وجيز استطعنا أن نعبئ الجهات كلها ب 12 ماشي 8، 12 جهة. العدد تجاوزناه 3 مرات فيما يخص المؤسسون. اللوائح اللي كانت قدامكم هنا ضعفت هنا. لوائح المؤسسون مختارون يمثلون جميع فئات الشعب المغربي، فيهم الشباب بنسبة كبيرة، فيهم النساء، فيهم الأطر، فيهم الكفاءات، يمثلون جميع الشرائح وجميع القطاعات المغربية. أكثر من الثلثين هم ناس جدد
جاءوا ليشاركوا في العمل السياسي لأول مرة، وهم أطر وكفاءات عالية جدا، والباقي هم حركيون. والمؤتمرون، عدد المؤتمرون اللي بلغنا لحد الآن عندنا توقيعات ديال تقريبا 6000 مؤتمر اللي مستعدين يجوا يحضروا المؤتمر ديال الحزب ديالنا. مازال ما حركناش ومازال يمكن هذا العدد غيتجاوز مرات. 125 من الجنوب. شكرا. من العيون والسمار. بالإضافة وغطينا جميع الأقاليم الجنوبية الجهات ب3، يعني في المداشر الصغيرة هناك مؤسسون، هناك انخراط واسع كبير جدا للمغاربة في هذا المشروع الجديد. هذا المشروع يأتي بجديد، ليس برقم حزبي جديد، ليس برقم إضافي. نحن حاملون لمشروع وطني. هذا الحزب هو مشروع وطني، ليس مشروع أشخاص، مشروع وطني بفلسفة جديدة، بمنظور جديد، بمقاربة تدبيرية جديدة، بحكامة جديدة في إطار الديمقراطية التشاركية، تقطع مع الريع السياسي، تقطع مع الدكتاتورية السياسية، وتنخرط في إطار المنظور الجهوي لتدبير شؤون الحزب. فيه الكثير يختلف تماما عن القوانين الأساسية للعديد من الأحزاب. في إطار هذه الديمقراطية التشاركية قطعنا مع المبدأ العمودي للتسيير، تمركز القرار في يد أمين عام أو كاتب عام أو هناك أمناء جهويون ستكون لهم اختصاصات إدارية مالية وسياسية أيضا، سيكونون آمرين بالصرف في إطار عقدة برنامج سنوي، حتى أنه هؤلاء الأمناء الجهويين سيكونون بالتنسيق مع المكاتب المحلية والإقليمية على تزكية المنتخبين المرشحين للانتخابات، لا الجماعية المحلية ولا الإقليمية ولا الجهوية ولا الغرف المهنية. الذي يبقى هذا حكرا أو حصرا على الأمين العام. الأمين العام سيكون فقط المنسق، يتكلم بما هو وطني. هناك أيضا مؤسسة الأمانة العامة بأعضاء المكتب السياسي، كل له اختصاص، كل له مسؤولية. وهناك مجلس وطني أيضا برئيسه منفصل عن الأمانة العامة في إطار التوازن، خلق التوازن في إطار هذه الديمقراطية إلى آخره.